السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حاجه بسيطه جدا وكلنا بنحبها كمصريين. هنعمل الايه؟ البومبار ني في ني بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. يلا مع بعض نبدا. بسم الله. انا جايبه 2 كيلو ممبار بعد التنظيف وكده. شايفينه فل اهو، ابيض بفتح. بقى كيلو ونص. ممبار ما بينزل ميته وتنظيف، انت بتجيبي كده نضيف كده من عند الجزار او بينضفوا لك او بيجي جاهز نضيف كده. عايزه تنضفيه انت بقى براحتك. عندنا كميه خضره حلوه كده من كل حزمه كده، واحده كبيره كزبره بقدونس، 2 شبت، طماطم ضربينها في الخلاط. شايفين؟ كيلو ونص رز قد كيلو ونص الممبار، وبصل فرمين اهو خلاص، وشويه صلصه بوريه. دول التوابل بقى. هنشوف التوابل مع بعض سهله جدا. اي توابل عندك بتحبيها تحطيها. فلفل اسمر، كزبره، بابريكا، ملح ابيض، شويه نعناع، شويه كمون، اللي تحبيه. نبدا كده ننزل البصل. المره دي احنا عاملينه قبل كده قلينا له، لا ده المره دي هنعمله ني في ني. بيبقى قد ايه جميل وخفيف وجميل جدا. شايفين؟ والخضره احنا ممكن على فكره نحط في حاجه واسعه شويه. اي صينيه عندك واسعه كده، نحط كميه الخضره كده كلها. كتري الخضره، كتري الخضره والبصل. الخضره والبصل ليه عامل كبير ان يخلي الحاجه تطلع طعمها جميل. خلاص. والصلصه اللي احنا ضاربينها في الخلاط ممكن ما تصفاش على فكره. كل حاجه جاهزه كده. طماطم معلبه بوريه. شايفين؟ تشكيله بهارات ممتازه. واخيرا هنحط ايه؟ شويه زيت، مش كتير كده، شويه صغيرين كده. عشان ايه؟ حط نص كوبايه كده صغيره زيت. نقلبه بقى كويس جدا كده كله مع بعض. قلبناه كويس كده. ريحه الخلطه جميله جدا. شايفين عامله ازاي؟ هنبتدي بقى نبدا كده. بسم الله. انا بقطعه صغير كده. شايفين؟ بالطريقه اللي تعجبكم. ممكن تحطي ايدك كده وتحشيه كده بين الصباعين كده، وفي اللي هي ممكن تقلبيها وتعملي كده بسرعه. اللي يعجبك بالطريقه اللي بتعجبك اعملي بيها. كتري البصل بتبقى تقريبا قد كميه الممبار كده او اقل منها، حاجات بسيطه، لان هي دي اللي بتخلي. كتري الخضره والبصل. والبصل الاحمر بيبقى جميل جدا. شايفين؟ احنا مش عايزينه مليان، عايزينه ممسوح كده. شايفين؟ ممسوح كده. لو مليتيه هيفرقع. شايفين؟ يلا بقى نعمل الكميه مع بعض ونجيلكم. مشينا الكميه كلها جميل جدا اهو. نفضيني من الرز كويس جدا. هنروح بقى على البوتاجاز نحط ميه عشان نسلقه في حاجه واسعه. يلا مع بعض.
حطينا حله على النار تكون واسعه كبيره. نجيب بصلايه، ورق لوري، كام فص حبهان، ملح بفلفل، نرميهم كده زي بالظبط ما بنسلق لحمه. انا نسيت احط فلفل، هحط قرن وهو بيتسلق اهو. ونبتدي ايه، شايفين كده القرن الفلفل عايزه تخرطيه وانت بتحشي، بس انا نسيت احطه الصراحه. حطه دلوقتي هياخد الطعم والريحه برده، مش هيجرى حاجه. الحله تبقى واسعه ونبتدي ايه نسقط كده، مش لازم واحده واحده، بس اهم حاجه الميه تكون بتغلي، عشان الميه اللي بتغلي هي اللي بتخليه ايه الصباع يقفل. الميه تكون مغطيه كده الممبار، شايفين؟ هياخد كام غلوه ونهدي عليه النار شويه عشان يستوي ايه براحته، ونفضل متابعين. يلا مع بعض. خد كام غلوه، هنهدي عليه النار، قلبه كام تقليبه كده من تحت كده عشان لو طلع شويه رز نشيلهم عشان يستوي، تبقى الميه كده نظيفه اللي هي الشوربه او الميه بتاعت الممبار. هنسيبه بقى يغلي شويه، وبعد كده ايه هنهدي عليه النار شويه. شايفين استوى؟ هنعمل ايه، هناخد واحده كده ونشكها بخله او بسكينه ونشوف الرز اللي من جوه استوى ولا لا، ونشدها كده هنلاقي الصباع اتقطع بايدينا بسهوله، يبقى كده استوى. ماشي. هنبتدي بقى ايه ناخد كده ايه ونصفيه. يلا بقى نشيله مع بعض. طلعنا الممبار، سيبناه يهدى شويه، نقليه بقى مع بعض. عايزه تقليه، عايزه تدهنيه زيت وحطيه في الفرن يتحمر براحتك. انا بقليه بشويه زيت كده. نبتدي نحط بقى كده اعملي الكميه اللي انت عايزاها. هنعمل شويه مش هنقليه كله، ونحط الباقي في التلاجة. بيقعد كام يوم على الشبكه ما بيجرالهوش حاجه. عايزه تحط شويه في الفريزر لمده اسبوع ولا حاجه ولا 10 ايام ما بيجرالهوش حاجه، بس ما تكتريش اكتر من كده في الفريزر. ممكن لو لقيت الصباع يعني ايه طويل شويه وعايزه تصغري قطعي بقى بالسكينه براحتك. نبتدي بقى نقلب كده.
لونه ذهبي كده محمر شويه. من الاكلات الجميله المصريه، وعاملينه بطريقه جميله، ني في ني، جميل جدا هيعجبكم. حلو قوي كده، شايفين؟ طلعوا بقى على مناديل، نعمل الكميه اللي احنا عايزينها مع بعض. بسم الله ما شاء الله، عملنا الممبار الني في ني بطريقه سهله وبسيطه، جميل جدا، ريحته جميله، احلى حلويات المذبح، هيعجبكم جدا. قولوا لي ايه رايكم، وادعوا لي دعوه حلوه، وبالهنا والشفا.